طبتم موقاتنا أينما كنتم مشاهدينا الأفاضل من الفضائية التي نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، لكن وقبل أن نستهل بالعناوين إليكم هذا التنويه. ستجري وسائل الإعلام المحلية في 8 مساء يوم غد الجمعة 7 من فبراير مقابلة مع فخامة الرئيس إسياس أفورقي تركز حول القضايا المحلية والإقليمية وتبث مباشرة عبر الفضائية وصوت الجماهير الإريترية وزارة الإعلام. أما الآن فإلى العناوين. البلاد تحتفل باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث. دعوة لتعزيز إسهامات الشباب في توثيق التاريخ. لجنة أعياد الوطنية في بريطانيا والجالية الإريترية في ميلانو تعقدان مؤتمرهما. قتلى في قصف إسرائيلي على ريف دمشق ودرعا. طائرة تتخطى مدرج الهبوط في اسطنبول. وقتلين جراء خروج قطار مصري عن سكة شمال إيطاليا. احتفلت البلاد اليوم 6 من فبراير في مدينة بارونتو باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، التي تتطلب تنسيق عالمي لتعزيز الخطوات المتخذة وتسعى جاهدة للحد من وقوع أضرار ذهنية وجسدية واقتصادية بالإناث. شهد الاحتفال الذي جرت فعالياته تحت شعار الحد من ختان الإناث بقدرات الشابات مشاركة كبار المسؤولين في إدارة إقليم القاش بركة وأعضاء وزارة الصحة ورجال الدين وممثلي الشعب والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى أنشطة رياضية وبرامج ثقافية وفقرات حوارية تبرز أضرار ختان الإناث وتساعد في رفع وعي المواطنين. وقال مسؤول قسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم ورئيس لجنة الحد من العادات الضارة السيد فرانكو كوبابا أن إقامة لجنة من فروع وزارتي الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية واتحاد المرأة لمتابعة الحد من ختان الإناث وزواج القاصرات وضمان حقوق الطفل، وتعمل بالتنسيق مع ممثلي الإقليم والمديريات حتى مستوى الضواحي. من جهته أوضح المدير الأهلي والأسري بوزارة الصحة الدكتور برهان هايلي أن ختان الإناث لا ينال أي قبول ديني أو قانوني، ورغم أن الجهود جارية لوضع حد لهذه الممارسات الضارة إلا أن إقليم القاش بركة يتواجد في وضع متدني على مستوى البلاد، لذلك ينبغي تقوية الجهود الجارية لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار رجال الدين والأعيان في الآراء التي أدلوا بها إلى تنامي وعي غالبية المجتمع، مؤكدين جاهزيتهم لتعزيز الجهود وتكثيف الحملات التوعوية الجارية للتخلص من هذه العادة. وقدم ممثلا صندوق الطفولة وصندوق الشعب لدى الأمم المتحدة في إريتريا كلمات أكدوا فيها وقوفهم إلى جانب الحكومة والشعب الإريتري لإنجاح خطة الأمم المتحدة للحد من ختان الإناث خلال 2030 من العالم. وقال أن إريتريا بذلت مساع حثيثة في هذا الشأن، وقد حققت تلك المساعي نتائج مرضية على مستوى كافة أقاليم البلاد. وشهدت المناسبة برامج وفقرات فنية وكلمات تبرز المشاكل التي تعرضت لها الإناث، فيما قدمت شهادات تقديرية للجهات التي لعبت دورا هاما في هذا الشأن. في إطار تسيير أنشطة متنوعة للاحتفال بالذكرى 30 لعملية فنقل التاريخية، نظم في 5 من فبراير الجاري سيمينار تناول تعزيز دور الشباب في توثيق وحفظ البطولات والمعجزات التي شهدها النضال الإريتري وتوريثها للأجيال المتعاقبة. وقدم كل من العقيد عبد محمد مدري والعقيد كنفة هبتون في السيمينار توضيحا مفصلا للشباب العمال حول البطولات الإعجازية التي خيضت لتحرير مدينة مصوع في عامي 1977 و1990 مستشهدين بالأدلة والبراهين. وقال كل من العقيد عبدو والعقيد كنفة أنه ينبغي بذل جهود حثيثة جماعية لكافة المواطنين وخاصة الشباب حتى لا تتلاشى البطولات الإعجازية التي خيضت في كافة المراحل والثمن الباهظ الذي دفع لنيل الحرية، وكذلك حتى لا تنقطع سلسلة الروابط بين الشباب الذين صنعوا المعجزات البطولية والجيل الجديد. وبعد أن أكد المشاركون جاهزيتهم للمساهمة بفعالية في توثيق وحفظ التاريخ النضال الحقيقي، ناشدوا لمواصلة سيمينارات مماثلة دون التحصر على المناسبات. هذا وسوف تبدأ فعاليات الذكرى 30 لعملية فنقل التاريخية يوم غد 7 من فبراير
بشكل رسمي. عقدت اللجنة الوطنية في بريطانيا والجالية اللاتفية في ميلانو الإيطالية في 8 فبراير مؤتمرهما. وفق المعلومات الواردة، عقدت اللجنة الوطنية في بريطانيا مؤتمرها الثاني في مدينة كوفنتري تحت شعار تأطير منسق للانسجام والإعمار والتنمية. وفي المؤتمر الذي شارك فيه ممثلو الجهات التنظيمية القادمة من 11 مدينة بالمملكة المتحدة، قدم سفير إريتريا في بريطانيا وشمال إيرلندا السيد ستيفانوس هاوتماريان توضيحا مفصلا حول التطورات الدبلوماسية في منطقة القرن الأفريقي، وكذلك الجهود الوطنية والشراكة التي أعقبت اتفاقية السلام والصداقة الموقعة بين إريتريا وأثيوبيا، مشيرا إلى تسيير برامج كبيرة لتحسين الحياة المعيشية وإرساء العدالة الاجتماعية. وذكر السفير ستيفانوس بأن المؤتمر يحملهم المسؤولية لتعزيز إسهاماتهم في عملية الإعمار والتنمية والتصدي والدبلوماسية الشعبية وتقوية الجاليات والتنظيمات، داعيا المؤتمرين لوضع برامج عمل متوازية مع العهد الجديد. من جهته أشار رئيس اللجنة الوطنية في بريطانيا السيد أحمد محمد إلى أن انعقاد المؤتمر الثاني في الوقت الذي شرعنا فيه إعادة الإعمار له أهمية كبرى، شاكرا الجهات العاملة لإنجاح أعمال المؤتمر. وقدم مسؤول الشؤون الجماهيرية والأهلية السيد تيدروس غايتوم توضيحا حول أهداف ورسالة وهيكلية وتنظيم اللجنة الوطنية، كما قدم تقرير تقييمي ل5 سنوات مضت. في الختام، اختاروا لجنة إدارية تدير شؤون اللجنة الوطنية لفترة عامين، وأصدرت قرارات مهمة ووضعت خطة عام 2020. في غضون ذلك، عقدت الجالية اللاتفية في مدينة ميلانو الإيطالية مؤتمرها في المدينة بحضور المسؤول الشؤون الجماهيرية بالسفارة اللاتفية في إيطاليا السيد جرماي هبتا ميكائيل، ومديري الجالية اللاتفية في إيطاليا وأعضاء الجالية في ميلانو. وبعد أن قيم المؤتمرون الأنشطة التي نفذها الفرع خلال العامين الماضيين، اختاروا لجنة إدارية للعامين القادمين. وأكد أعضاء اللجنة الجديدة جاهزيتهم لتنمية الجالية والتنفيذ الفعال للبرامج التنموية. تم إنشاء قسم خدمات صحية لعلاج الخدج والأطفال في مستشفى طيعو الأهلي بمديرية أرعتا. وقدمت دورة تأهيلية لأعضاء المستشفى الأهلي حول خدمات علاج الخدج والأطفال بهدف فعالية تلك الخدمات. وأشار طبيب الأطفال الدكتور سامسون أباي الذي أشرف على الدورة أن الهدف من الخدمات الصحية هو جزء من الحملة والجهود الجارية لتسليح المؤسسات الصحية الكائنة في المناطق البعيدة بأدوات مهمة لتقديم خدمات فعالة. عقدت الجمعية الوطنية للمعلمين في الإقليم الجنوبي سيمينارا تنويريا في الأول من فبراير الجاري للمعلمين الناشطين في مديرية عدخلة. وتطرق رئيس الجمعية الأستاذ تخست إياسو عن أهداف أنشطة الجمعية والفوائد التي يجنيها الأعضاء من الجمعية. من جهته، دعم مسؤول الموارد البشرية في الإقليم الجنوبي الأستاذ ولد قرقش موقوس المعلمين للتحلي بجدية في عناية وإدارة الطلاب، وعلى الطلاب أن يتصفوا بالمثالية وأن يعملوا بكفاءة متحملين مسؤولية وطنية. تفقد ممثلو شباب الإقليم الجنوبي في زيارتهم إلى المناطق التنموية التي نظموها في 4 فبراير لمشاهدة المشاريع الكبيرة المبشرة بالمستقبل المشرق. وتفقد الشباب القادمين من 12 مديريات الإقليم البالغ عددهم 370 شابا بينهم الطلاب وعمال المؤسسات الحكومية تفقد البنية التحتية وتخزين المياه وبرامج تربية المواشي. وفي الوقت الذي وصلت فيه القافلة الشبابية إلى تلك المشاريع التنموية، قدمت لهم توضيحات حول بناء سدي مسلام وطغرة وسعة المياه المخزونة، وكذلك إلى مشروع تربية الأبقار وتنمية العلف الأخضر بمنطقة حلحلة. وأوضح الزوار بأنهم لامسوا من خلال المشاريع التي تفقدوها بأنها تبرز كفاءة وقدرات الشباب العملية، مشيرين إلى أهمية تنظيم زيارات تفقدية مماثلة حسب المناطق. سيداتي سادتي، إلى فاصل مسمى وفيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي قرب دمشق وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا. وذكرت الوكالة أنه تم إسقاط معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل 12 فردا من القوات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية. واستهدف القصف الإسرائيلي وفق الإعلام الرسمي منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد قرب دمشق وجنوب إزرع في محافظة درعا الجنوبية. ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 شن الجيش الإسرائيلي سلسلة قرارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصا أهدافا إيرانية ومجموعات موالية لطهران الداعمة لدمشق. قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا أن طائرة تابعة لشركة طيران بيغاسوس تخطت نهاية مدرج الهبوط المبتل بمطار صبيحة كوغن في اسطنبول وتحطمت إلى 3 أجزاء بعد هبوطها، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 179 آخرين. وقال الوزير في تصريحات للصحفيين بإقليم فان بشرق البلاد أن 3 توفوا في المستشفى، وأن هناك 179 مصابا من بين 183 كانوا على متن الطائرة. وقال حاكم اسطنبول أن المصابين يخضعون للعلاج في 18 مستشفى قريبا، مضيفا أن الطائرة كانت قادمة من إقليم إزمير بغرب البلاد وعلى متن 177 راكبا وطاقم من 6 أفراد. مشاهدينا الأفاضل، نكتفي بهذا القدر من نشرة الأخبار ونتمنى لكم أوقاتا ممتعة. دمتم في أمان الله.